سبق أني دعيت الشعب الكويتي للحضور في جلسة الغد، وهو حق للشعب الكويتي أن يحضر في مجلس الأمة ويراقب نوابه عن قرب، وهذا حق لا يمكن لأحد أن يسلبه من هذا الحق. اليوم صار بيني وبين الأخ آمر أو قائد حرس المجلس اتصال، وأبلغني بأنه تلقى الأوامر من رئيس مجلس الأمة بعدم السماح لأي مواطن بدخول المجلس، وهذا يعتبر سلب لحق من حقوق الشعب. احنا نقول ان اخواننا في الحرس، اخواننا العسكر اللي موجودين حرس المجلس، ولا نريد افتعال المشاكل، ولن نسمح لأحد أن يدخل من هذا الباب على الشعب الكويتي. لذلك حتى لا تحدث الأمور التي يتمناها الرئيس وأصحابه وتغليبا للحكمة، وبعد السماع من أخي أو من الأخ قائد حرس المجلس بأن ستكون هنالك قوات، طبعا الحرس قائد الحرس حرس المجلس، ولن يوجد هنالك قوات أخرى، لكنه قال بأن الوضع ممنوع ولن نسمح لأحد بالدخول. فأطلب من الشعب الكويتي أن يبتعد في هذا اليوم عن الحضور حتى لا نسمح لمن يتصيد وإلقاء التهم على الآخرين. سنتخذ إجراءاتنا في مجلس الأمة بإذن الله غدا.